لو عندك فول سوداني أو لب بدأ يطرى هنحمصهم في الاير فراير، وكمان هنملحهم ويرجعوا زي الطازة بالظبط. وهنحمص المكسرات النية ونقشرها، وهقولك درجة الحرارة المناسبة لتحميص المكسرات عشان ما تفقدش قيمتها الغذائية، والطريقة الصح لحفظ المكسرات لأطول فترة ممكنة. ولو أول مرة تشوفيني هتلاقي عندي قائمة تشغيل لكل وصفات الاير فراير. أول حاجة معايا هنا ربع كيلو لوز ني مش متحمص، أنا عايزة أحمصه بس من غير ما ملحه عشان هستخدمه في الحلويات. حطيت اللوز على الشبكة ووزعته بالشكل ده. ونيجي بقى لأهم حاجة، درجة الحرارة. أنا ممكن أقول لكم إن إحنا هنحمص المكسرات في الاير فراير في 5 دقايق بس على درجة حرارة 200، وده غلط جدا لأن المكسرات بتحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة، وعشان نحافظ على القيمة الغذائية للمكسرات مينفعش نحمصها على درجة حرارة عالية ولا لمدة طويلة، لأن ده بيسبب إن الدهون الصحية دي تتأكسد وتتحول من مفيدة لضارة. عشان كده تحميص المكسرات لازم يكون على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر، يعني درجة الحرارة المناسبة بتكون من 130 ل 140 مش أكتر من كده. أنا اخترت الحرارة 130 والوقت 10 دقايق، ولو عاملة كمية أكتر طبعا هتزودي الوقت. وبفتح كل دقيقتين 3 أقلب المكسرات. مهم جدا لو هتحمصي المكسرات في الاير فراير أو في الفرن أو حتى على البوتاجاز تكون درجة الحرارة متوسطة لهادية عشان نتجنب أكسدة الدهون ونستفيد بكل فوائد المكسرات. وكده حمصت الربع كيلو لوز في 10 دقايق على درجة حرارة 130. لو عايزة تزودي التحميص أكتر ممكن تزودي دقيقتين أو 3 بالكتير، ولو عاملة كمية أكتر من ربع كيلو برضو هتزودي الوقت. ودلوقتي هحمص ربع كيلو بندق بنفس الطريقة، نفس الوقت ونفس درجة الحرارة مع التقليب كل دقيقتين 3. وتقدري برضو تحمصي أي نوع مكسرات انت حباها. أنا بحمص المكسرات دي بدون زيت وبدون ملح عشان هستخدمها في الحلويات زي البسبوسة أو أم علي كيك الحاجات دي. لكن لو عايزة تقشري المكسرات وتملحيها عشان تحطيها على كبسة مثلا أو مندي لسه هقولك هنعملها ازاي. البندق هنا برضو اتحمص في 10 دقايق، وكمان القشرة بتاعته بدأت تقشر، شايفين بتطلع بمنتهى السهولة ازاي. ودلوقتي تعالوا نشوف لو عندك فول أو لب بدأ يطرى. أوقات لما بنسيب الفول واللب يومين 3 بنلاقيه بدأ يطرى كده مش زي ما هو فريش ولسه جاي من المحمصة. فأنا عندي الفول ده مش مملح، فحابة أملحه الأول وكمان أحمصه. حطيت في كوباية معلقة مية كبيرة وعليها نص معلقة ملح صغيرة، وطبعا الملح حسب الرغبة وحسب كمية الفول السوداني اللي انت هتملحيه. الطريقة دي تقدري تملحي بيها كمان اللب والمكسرات، وتقدري كمان في المرحلة دي تضيفي أي بهارات لو عايزة تعملي فول بأطعمة مختلفة أو مكسرات برضو بأطعمة مختلفة. ساعات بنجيب مكسرات أو فول سوداني بالشطة والليمون أو بطعم الجبنة. أي توابل انت حباها ممكن تحطيها في المرحلة دي. ممكن تضيفي شوية من البابريكا المدخنة أو حتى بهارات البطاطس، لكن أنا حطيت عليها ملح بس بالطريقة العادية. واخترت درجة الحرارة المرة دي أعلى شوية، خليتها 140 مش أكتر من كده، عشان برضو الفول السوداني بنعامله معاملة المكسرات، لكن زودت الحرارة شوية عشان أنا حاطة على الفول مية بملح. وبرضو بنفتح نقلب كل دقيقتين 3 لغاية الفول ما يتحمص خالص. الكمية دي أخدت معايا 12 دقيقة على درجة حرارة 140. ولو لاحظتوا ان انا حطيت ورق اير فراير تحت الفول عشان المية بالملح لما تنشف ما تسيبش اثر لون ابيض كده على الشبكة. وكده الفول اتحمص ورجع زي الطازة بالظبط، وكمان اتملح، هتلاقي عليه نقط كده لونها ابيض، دي نقط الملح. مش عارفة واضحة في التصوير وانتوا شايفينها ولا لا. تعالوا كمان نحمص اللب. هختار برضو 10 دقايق على درجة حرارة 140، وزي ما تعودنا كل دقيقتين 3 هنفتح عليه نقلبه. تقدري تحمصي اي نوع لب، لب ابيض، لب سوري، لب اسمر. انا عندي اللب ده كان متحمص اصلا بس بدأ يطرى فبعيد تحميصه تاني. لكن لو عندك اي لب ني وعايزة تحمصيه، وبما اننا في الصيف والفاكهة ما شاء الله كتيرة، في ناس بتحب تحمص لب البطيخ ولب الكنتالوب وبذور اليقطين. انا ما كانش عندي وقتها وانا بصور، بس هقول لكم تعملوه ازاي. اول حاجة هتغسلي اللب كويس جدا وتسيبيه في مصفى يتصفى خالص من المية، وبعدين هنحطه في الاير فراير على ورقة زبدة او ورقة من ورق الاير فراير. اللب ده طبعا لسه ني فهنعمله على مرحلتين. الاول لازم يتجفف كويس وبعدين نحمصه. التجفيف في الاير فراير بيكون على اقل درجة حرارة عندك زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو تجفيف الخضروات. لتجفيف اللب هنختار درجة حرارة 80 لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هنملح اللب بنفس الطريقة اللي ملحنا بيها الفول السوداني. معلقة كبيرة مية عليها ملح وشوية من الكركم عشان يدي لون حلو لللب. وبعد كده هندخل مرحلة التحميص. هنختار درجة الحرارة 140 والوقت 10 دقايق أو ممكن يزيد حسب كمية اللب.
ودلوقتي تعالوا نشوف اللب بتاعي بعد 10 دقايق. خلاص كده اتحمص كويس جدا وريحته كأني واقفة في محمصة. سمعتوا الصوت؟ رجع زي الطازة بالظبط. ويلا بينا نقشر اللوز ونحمصه للأكلات اللي بنحتاج فيها لوز محمص، زي الرز البسمتي، المندي، الكبسة. في حلة على النار فيها مية مغلية هنزل باللوز عشان يتسلق لمدة 3 أو 4 دقايق. لما تلاقي اللوز القشرة بتاعته بتطلع بسهولة بالشكل ده، هنصفيه كويس من المية ونسيبه يبرد عشان نعرف نقشره. زي ما انتوا شايفين بيتقشر بمنتهى السهولة، بس عشان ننجز ونقعدش نقشر واحدة واحدة، كل شوية لوز هاخدهم افركهم بإيدي بالشكل ده هيتقشر أسرع. وبعدين هقسم اللوز بالسكينة، ولما اخلص كل الكمية هرش عليهم رشتين 3 زيت. وعلى ورقة اير فراير هننزل باللوز عشان نبدأ نجففه الأول وبعدين نحمصه. لتجفيف اللوز هظبط الوقت 20 دقيقة على درجة حرارة 80، وكل 5 دقايق هفتح عليه اقلبه لغاية ما ينشف خالص ويبقى بالشكل ده. شايفين ما عادش فيه اي مية خالص. دلوقتي بقى هنبدأ مرحلة التحميص. هنظبط الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 130. لكن في مرحلة التحميص لازم تفتحي على اللوز تقلبيه كل دقيقتين عشان يتحمص كويس وياخد كله لون ذهبي موحد زي بعض. وهكرر تاني زي ما قلتلكوا في اول الفيديو، بلاش نعلي درجة الحرارة على المكسرات او الفول السوداني عشان ما تفقدش قيمتها الغذائية. مش مشكلة خالص لو طولنا المدة شوية على حرارة هادية، بس تحتفظ بقيمتها الغذائية ونستفيد من المكسرات. وكده المدة خلصت واللوز طلع لونه ذهبي وحلو جدا. وطبعا الوقت بيزيد او يقل حسب الكمية. انا بعمل اللوز بالطريقة دي وبجهزه واحفظه قبل رمضان عشان يكون جاهز معايا لأي عزومة. اللوز طلع لونه ذهبي ومقرمش جدا برشتين زيت. تقدري تستخدميه على طول في اي اكلة، ولو عايزة تحتفظي بيه لازم تسيبيه يبرد خالص خالص الاول، وبعدين تعينيه في برطمان ازاز محكم الغلق وبتسيبيه عادي في اي ضلفة في المطبخ. الطريقة دي نقدر نحتفظ باللوز لمدة شهر مش اكتر، لان احنا حاطين عليه زيت واحنا بنحمصه، واي حاجة بتحمصيها بزيت لما بتتخزن مدة طويلة بتعمل ريحة مش لطيفة. فلو انت بتحبي تقشري المكسرات وتحمصيها بالطريقة دي اعمليها قبل اي عزومة بيومين 3 او قبل رمضان على طول. لكن انا بحب احمص المكسرات بقشرها زي الطريقة اللي في اول الفيديو. لو هستخدمها للحلويات ما بحطش عليها ملح، لكن لو هستخدمها في الاكل بملحها واحمصها بقشرها وبدون زيت خالص. وبرضو بحتفظ بيها في برطمان ازاز محكم الغلق. اهم حاجة عشان تحتفظي بالمكسرات مدة طويلة ما تتعرضش للهواء ولا للرطوبة. وكده النهاردة نبقى استخدمنا الاير فراير في التحميص، ودي وظيفة من وظائف الاير فراير. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.